السلام عليكم. يلا مع بعض نعمل كبدة خروف العيد، كبدة الضاني باللية والبصل والفلفل. أكلة سريعة وكمان طعمها لذيذ جدا. أول حاجة بقطع الكبدة، تقدر تقطعها قطع صغيرة أو عصافير، بس أهم حاجة تشيل الطبقة الشفافة اللي على الكبدة. بعد كده بقى هبدأ أقطع الخضار بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وهجهزه. صينية بقى على البوتاجاز، هنزل بمعلقتين من الزيت وورقتين لورا، وهقلب كده الكبدة اديلها تشويحة لمدة دقيقتين. بعد كده هعمل حفرة في النص وهنزل باللية، ومعاها نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود علشان ريحة اللية، وكمان النكهة بتاعتها ما تبقاش قوية قوي مع الكبدة. بعدين نزلت بمعلقة من الكمون، معلقة كبيرة، وبعدين بدأت أشوح بقى كده في الكبدة مع اللية لمدة كده 5 ل7 دقايق. بعد كده نزلت بالبصل، أول ما دبل معايا ونزل ميته نزلت بالفلفل على طول، تقلبتين كده وهتلاقي على طول الفلفل ما خدش وقت ودبل من الحرارة. بعد كده بقى نزلت اللي هي الشطة، وده اختياري بس صراحة بتخلي طعمها حلو جدا. بدأت بقى اتبلها كده وبدأت اتأكد ان كل حاجة استوت. نزلت بقى عليهم بنص مج من المية وسبتهم كده على النار دقيقتين 3 كده، يدوبك ياخد من المكونات والصوص معايا يتقل، وده بقى يديلها صوص وقوام جميل جدا وهيبقى حلو جدا. ألف هنا بقى مع عيش بلدي او عيش فينو. ودي تطبيقات اكلات انا نزلتها للعيد، اتمنى تنال اعجابكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.